السلام عليكم ويا صباح الفل عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي احسن حال. النهارده ان شاء الله فيديو جديد وحلقه جديده كده بان الله نعمل مع بعض كده روتين جميل ونتكلم النهارده مع بعض في حاجات كتير قوي. وكمان النهارده كان عندي قشطه اخيرا يعني هسيحها زي ما قلت لكم الفيديو الروتين اللي قبل كده. الانبوبه كانت بتاعتي كده خلصت يعني وانا كنت رايحه اسيحها، فالحمد لله اول ما غيرت الانبوبه على طول رحت وسيحتها. لكم بالتفاصيل برضو هي بتتسيح ازاي وازاي تطلعي منها المرتة والسمنة بطريقة حلوة جدا ما شاء الله. القشطة والسمنة دي يعني حسيتني بجو مصر بقى والريحة الحلوة دي. كنت انا قبل كده وانا في مصر كنت دايما يعني بجيب اللبن السايب ده، وكنت كل يوم اغليه واحطه في التلاجة يعمل القشطة بتاعته واشيلها بمصفى وعلى طول اعينها في الفريزر. كنت بحوش كده كتير عندي ما شاء الله، كنت بحوش يجي علبة كده كبيرة وكنت بسيحها، ما كنتش بضطر ان انا اشتري ابدا سمنة بلدي من بره. هي المرطة بتاعت وش اللبن مش بتبقى حلوة قوي زي المرطة اللي بتيجي اللي هي بتاعت وش الجبنة اللي هو اللبن اللي بيروب. بس صراحة برضو يعني كنت بحطها في المش والحاجات دي كلها. فهنا كنت رايحة اعمل الغدا، كان عندنا النهاردة اللي هي نجاتس وقلنا كمان احنا نعمل معاها رز بشعرية. الصراحة مش انا اللي كنت عاملاها، كان جوزي جاب طريقتها كده من على النت وعملها. انا الصراحة ما بعرفش اعملها. يعني انا يعني مش حباها اصلا، يعني حتى انا اكلتها بس مش عجباني. طعم البطاطس كده ما بحبوش قوي في الفراخ والحاجات دي، انا يعني بحب كل حاجة لوحدها، ما بحبش اخلط يعني. المهم سيبنا هنا القشطه بتاعتنا على نار هاديه خالص، وزي ما انتم شايفين كده حابه ان انا اجيب لكم التفاصيل. اول حاجه ساحت وبعد كده عملت الوش ده وتحتها كان السمنه. الوش ده بيقلب بقى مرته بعد كده. بصوا المرته اللي بتنزل الوش بينزل لتحت وبيتحول لمرته. بتسيبيها بقى شويه لحد ما الوش خالص كله ينزل لتحت ويفصل جامد، وبعد كده يعني بتستني شويه المرته تاخد معاكي لون، وخلاص كده بتقفلي عليها وتسيبيها دقيقتين تهدى وعلى طول تعبيها في البرطمانات. بصوا جميله جدا ما شاء الله، كانت ريحتها كده جايبه اخر الدنيا بجد، يعني ريحتها فكرتني باللازم اضع. المهم يا بنات جبنا هنا المصفى، ولو عندك اللي هو الشاش ده حطيه علشان يصفيها لك كويس من المرطه بتاعتها. صفيناها وصفيتها كويس من المرطه، وجبت طبق صغير حطيت فيه المرطه بتاعتي والسمنه حطيتها في البرطمان ده. هي مش كتيرة قوي بس انا عاملاها مثلا حتة بيضة، مثلا معلقة سمنة كده في شوية رز، كلام من ده يعني يبقى جميل اوي ما شاء الله عليه. حلوة ومغذية جدا ما شاء الله. فلا احلى حاجة في الدنيا هي اصلا الحاجات البلدي ديت. سيبكم انتوا بقى من الحاجات اللي هي النباتي والحاجات دي. كان في شوية مرتة كده في الباقي مع شوية سمنة حطيناهم هنا في قلب الطبق ده. بس كده ده الشكل النهائي وخلاص كده. تعالوا اوريكم كمان بقى الستريبس. هو كان عاجب جوزي وولادي الصراحه، بس انا ما عجبنيش يعني عشان انا مش من الناس اللي بتحب قوي الاختلاط. انا بحب الاكل التقليدي، مش بحب قوي الاختلاط يعني الاكل المختلف وكده، فاهميني؟ فعشان هي اكله جديده عليا فمش عجباني قوي يعني. زي ما انتم شايفين ده شكلها. هي كان المفروض تحط شويه بقدونس او كزبره، بس الصراحه ما كانش عندنا، بس عادي يعني مشيناها كده. وكمان بتقدري ان انتي تشكليها التشكيله اللي تعجبك. يعني احنا عملنا الشكل ده، ممكن تعمليها مثلا تقطعيها بقطعات او تعمليها اي شكل كده بالسكينه براحتك. بس احنا يعني هو جوزي عملها زي كفته كده وقال انها عادي في الزيت. بس كده وده كان شكل الغدا اهوت. حلو وجميل برضو، ووجبه برضو هي اقتصاديه مش يعني مش وحشه يعني. هي بصدر فرخه وبطاطستين عملنا الكميه دي كلها ما شاء الله. فهي اقتصاديه وحلوه قوي. يعني ممكن لو عندك اكل بايت ممكن ان انت تطلعيها تعمليها وخلاص على كده. ندخل بقى شويه على التنظيفات بتاعه رمضان. بصوا انا عندي الشباك ده زي ما انتم شايفين كده هو على الشارع خالص. فانا قلت ان انا انضفه كده بالمكنسه. بس صراحة هو نضف بس مش قوي. بس انا عاوزة اجيب اللي هي المقشة والجرف الصغيرين دول وابتدي ان انا انضفه. انا عايزة اعمل في الشباك ده اجيب ورد او نعناع او كده.
يعني الصراحة دي الخطوة الجاية بإذن الله اللي أنا ناوية أعملها، إن أنا أجيب أي زرعة أحطها في الشباك ده. هو زي ما انتم شايفين كده في الأرض. إحنا أصلا دور أرضي خالص، تمام. فهو يعني في مساحة كده اللي انت ممكن تحطي فيها أي حاجة، كان نوع يعني من أنواع التغيير والطاقة الإيجابية والحاجات الحلوة دي. لأن أنا قوي يعني أنا بقالي فترة من ساعة ما بقيت اللي أنا مثلا بقيت منتظمة قوي على فتح الشبابيك، وعلى اني اخد طاقة ايجابية من بره، واني ابص للشمس وكده. بحس ان يومي بيفرق كتير، عكس خالص ما كنت الاول. ان انا مثلا افضل قافلة وقاعدة وخلاص، وكنا والجو برد وكده، وفين وفين عم افتح الشباك. فلا فعلا الموضوع ده بيدي طاقة ايجابية، وبيدي يعني حاجة حلوة جدا، يعني بيظبط كده الروح بتاعة البيت. وحتى انت يعني يعني بيديكي انت باور وطاقة ايجابية جميلة قوي. فلا انت فعلا لو انت اذا كنت زي كده، لا يعني ركزي قوي في فتح الشبابيك، وانك تدخلي الطاقة الايجابية في بيتك. وفعلا الحاجات دي حقيقية، انك يعني اللي هو موضوع الطاقة الايجابية والسلبية، وان طول ما البيت مقفول. حتى زمان كان يقولك البيت المقفول الرزق ما يدخلوش، البيت المفتوح الرزق يجيله، هو كده سبحان الله يعني. فده كان زمان، ما كانش بقى زمان طاقة سلبية وطاقة إيجابية والكلام ده. بس كان هما بيؤمنوا بالكلام ده، ان تفتحي الشبابيك كده كان الرزق يجيلك يعني تجديد. لان اصلا دخول الهوا البيت وتجديده يعني ده تجديد للحياة، فاهمني. فهي لها يعني، انا بشوف دايما دكاترة وحاجات من دي بيتكلموا في الموضوع ده. فدايما بشوف ان هما بيتكلموا على الموضوع ده بالذات، ان هو لازم تفتحي الشبابيك، لازم مثلا تشغلي قرآن الصبح، كلام من ده. الحاجات دي كلها اصلا بتدي روحانيات جميلة جدا. فانا بقيت بشغل اذاعة القرآن الكريم، وبشغل شوية بخور كده، وبفتح الشبابيك، ما شاء الله بحسي بقى بطاقة ايجابية ما بعدها طاقة، بجد بتحسي فعلا بروح حلوة كده، وتحسي ان انت جواك كده نشاط وحيوية، وما انتش مكسلة. لا بجد بتفرق جامد. فجربيها وان شاء الله باذن الله هتدعيلي بعدها. كمان عايزه اقول لكم ان النهارده ان شاء الله يوم الاثنين 6/3 حاولت ان انا انزل لكم الفيديو النهارده، علشان اللي ما يعرفش يكون عارف. النهارده نص شعبان. ادعوا يعني كتروا قوي من الدعاء، ربنا ان شاء الله بيستجاب قوي في اليوم ده. انا سامعه الشيخ وسامعه ان هو بيقول يعني اليوم ده بيبقى جميل قوي قوي في الدعاء. فادعي على قد ما تقدري كل اللي انت بتتمنيه، كل الواحده نفسها في انها تحبل او تخلف او كده. ربنا يا رب يرزق كل مشتاق يا رب، اللهم امين. آه، يعني كتري قوي من الدعاء، واي حد نفسه في اي حاجه يدعي يدعي كتير، من بعد صلاه المغرب لحد فجر يوم الثلاث. الفترة دي كلها يعني ما شاء الله فترة جميلة جدا جدا للدعاء. فما تنسيش بقى الدعاء الحلو ليكي ولكل حبايبك وقرايبك وصحابك وولادك. آه، دعاء جميل جدا، دعاء فعلا يعني بيغير الأقدار فعلا والله. زي ما انتم شايفين كده كده عندي كمية مواعين كده شوية محترمين، مش كتير ومش قليلين، تمام. بصوا سامعين صوت العصافير؟ ما شاء الله العصافير برا على الشجر ما شاء الله عاملة صوت جامد جدا، ما شاء الله اللهم بارك يا رب. زي ما انتم شايفين كده قلت بقى ايه اظبط التظابيط واخلص الدنيا ديت. على فكرة انا دلوقتي صاحية من بدري جدا، صاحية من الساعة 6 الصبح. ببص لقيت لسه الشمس ولا طلعت ولا النور طلع، قعدت مكسلة شوية كده في السرير. بعد كده قمت قلت لا بقى انا اقوم يعني اسجل الفيديو بتاعي وانزله، وابتدي بقى اليوم بتاعي الجديد كده بكل طاقة. ابتدي افتح الشبابيك واروح بقى يعني انشر هدومي وارمي القمامة يعني اعزكم الله، واظبط الدنيا كده علشان ايه ولادي نايمين، علشان ما خلاص يعني ولادي لما بيصحوا بحس ان في كركبة وضغط كبير قوي قوي عليا منهم. وكمان اطلع اكلي، ابتدي بقى ان انا اعمل اكل شوية بدري النهاردة، لان النهاردة جوزي بيجي من الشغل بدري، فاعمل له بقى الاكل كده واحضره وخلاص على كده. بصوا ما شاء الله بقى الستانلس بتاعي، الحله دي جميله جدا، صغننه كده وجميله، بعمل فيها الايام دي رز حلو قوي قوي ما شاء الله، يعني تاخد حلو شويه حلوين.
بصوا الألمونيا دي ما كانتش محتاجة لدعك قوي، فغسلتها كده عادي بالاسبونشة وخلاص. لان انا الصراحة ما كان يومها وما كنتش قادرة ان انا اعمل اي حاجة، كان جسمي كله وجعني، وزي ما قلت لكم ان انا ايدي اصلا تعبانة، فيعني ما كنتش قادرة ان انا اعمل اي حاجة غير بس يعني ان انا اشطب مواعيني وكده. وده اجباري يعني، ما فيش بقى حاجة اسمها ايه تعب ومش تعب، اجباري، لان ده المواعين لو ما اتغسلتش بيبقى يعني ايه، تحس ان الدنيا كلها بايظة عندك. انا امبارح عملت شوية روتين كده في المطبخ، حوشت التلاجة والبوتاجاز ومسحت تحتهم وظبطت الدنيا خالص، ومسكت الفريزر غسلته كويس. بس الصراحة لسه عندي شوية مواعين صغيرين هقوم اعملهم، وعندي الهدوم اتنشرت عايزة اطبقها، واحط المتطبقين في الدولاب والكلام ده كله، واعمل فطار. بصي يعني لسه اليوم كده، لسه اليوم كتير شوية، فالنهارده في شويه لخبطه كتير، بس يعني هحاول ان انا باذن الله اصور لكم فيديو علشان نكون مع بعض اول باول باذن الله. بصوا دي الحله الصغيره، هوريكم برضو الحله الكبيره. الغسيل الستانلس حلو قوي عن الالمونيا يا بنات، يعني لو عندك ستانلس لا طلعيه واشتغلي بيه احسن لك. الصراحه انا عندي الالمونيا والستانلس، انا بحبهم الاتنين الصراحه. بس الستانلس حلو قوي في الاستخدام، يعني سهل قوي، يعني سهل عن الالمونيا. وبرضو الالمونيا انا بحبها منها بتبقى خفيفه قوي على ايدي. الستانلس شويه تقيل بس الغسيل بتاعه سهل، بس الالمونيا بتبقى خفيفه خالص على ايدي، فانا بحبها علشان كده. حتى لو انا هدعكها شويه وهتعب فيها شويه، بس هي بتكون اسهل من الستانلس، كاخف يعني اخف منه شويه. بصوا شطبناها كده وغسلناها غسله حلوه، وخلاص كده نروح بقى نغسلها نشطفها، وده كده المواعين بتاعتنا تبقى خلصت وخلاص على كده. لان بقى كده كان الواحد خلاص جاب اخره، كانت ايدي خلاص بقى عماله تشد عليا جامد، انا مش عارفه ايه اللي في ايدي والله. المفاصل بتاعت ايدي هي اللي بتوجعني، لما بعمل اي حاجه كبيره بتبقى الموضوع صعب.